زحف بادو الزكي بفريقه شباب الوداد الجزائري نحو الهروب من المراكز المؤدية للقسم الثاني حينما قاده إلى الفوز الثالث من أصل 4 مباريات خاضها معه. وتمكن قبل قليل من يوم الجمعة من هزم فريق شباب وراس باتنا بهدف وحيد في آخر 10 دقائق من المباراة التي أجريت فوق أرضية ميدان فريقه لحساب الدور ال14 من الدوري الجزائري لكرة القدم. وسجل كريم الدراوي هدف الفوز لأبناء مدرب الأسود سابقا. وارتقى الزكي ببلوزداد إلى المركز الثامن برصيد 16 نقطة بعدما كان الفريق في المركز ما قبل الأخير في ال10 دورات الأولى من الموسم، ما جعل المكتب المسير للفريق الأحمر والأبيض يفك ارتباطه بالإطار الفرنسي على ميشيل. وخاض صانع ملحمة 2004 بتونس لحدود الآن مع شباب الوداد 4 مباريات لم ينهزم في أي واحدة منها، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة.